اهلا وسهلا بحضراتكم معايا في فيديو جديد. فيديو النهارده تكمله للجزء الاول لاماكن اثريه والمتاحف اللي موجوده في اسكندريه، وعدتكم ان احنا هنروح الاماكن الاثريه والمتاحف اللي موجوده في مصر كلها، واحنا دلوقتي في الجزء الاول في ثالث فيديو. بقيه الفيديوهات هتلاقوها معانا على القناه. النهارده انا موجوده فين؟ النهارده احنا رايحين قلعه قايتباي في اسكندريه. اقول لكم على المتاحف المائيه اللي موجوده هناك باسعارها وسعر دخول القلعه، وكمان حفله الصوت والضوء اللي دلوقتي بقت موجوده وبقت حاجه حلوه قوي في اسكندريه، بجد حاجه تشرف وحاجه لتاريخ مصر كلها بطريقه جميله جدا. بس فضلا وليس امرا، لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك وتفعيل جرس ولايك للفيديو. يلا بينا بقى ناخد جوله النهارده. انا زي ما قلت لكم انا موجوده في بحري قدام على طول قلعه قايتباي في اسكندريه. ده الممشى الجديد اللي هم عملوه. الاول هنا قبل التجديد كان بيكون في زي بازارات، بس البازارات دي ما كانتش بتبقى بازارات معتمده او تبع الاداره او تبع القلعه، كانت ناس بتدخل وتفرش حاجاتها ويبيعوا حاجات هاند ميد وحاجات بتكون سعرها كويس. دول دلوقتي طلعوا بره وبقوا يقعدوا عند الشاطئ بره خالص بعيد عن القلعه، وطبعا دول اتشالوا لانهم اشغالات مش قانونيه تماما. وبعدها اتعمل الممشى اللي في البحر ده اللي حضراتكم شايفينه. الممشى ده الاول ما كانش موجود، الممشى ده بتمشوا عليه وتدخلوا في نص البحر. هروح عنده دلوقتي، بس هنا بفرجكم على البحر الاول. المكان هنا من غير دخول تماما، يعني المكان اللي انا طلعته ده في اول الفيديو والمكان اللي كل الناس قاعدة فيه ده من غير فلوس تماما، لان في ناس فاكرة ان هم من اول ما بيدخلوا المكان ده بيدفعوا فلوس. لا، مش بتدفعوا فلوس خالص. يعني انا بصوا شايفين هنا دي صخور، وبعدها هنمشي كده ممشى كبير وكذا ممشى، كل ده من غير ما تدفعوا ولا جنيه واحد. الدفع بس بيكون في القلعة والاحياء المائية كل حاجة، واحنا ماشيين كده هقول لكم سعرها. بصوا، هو السور من هنا بيكون سور قصير مش سور كبير، الناس بتقعد عليه، الناس اللي حابه تيجي تخرج خروجه تقعد قدام البحر، خروجه رايقه، خروجه ما فيهاش فلوس كتير، وبرده خروجه ان انتوا في مكان من المعالم الاثريه والتاريخيه اللي موجوده اللي هي حلوه قوي. المكان على فكره حلو، هواه حلو جدا، المكان ممتع بكل حاجه، يعني وانتوا ماشيين كده هتستمتعوا بكل حاجه. ناس كتير بتيجي تخرج هنا لان طبعا المكان هنا حلو في كل حاجه. حابين تقعدوا على البحر تمام، حابين اطفال تلعب في النص هنا تمام، المكان هنا